أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع منظر ونكهة في كويزين جميلة بنغذي. اليوم باش ناخذوا الحساء التونسي بالبنادق. نتعداو للمقادير. عندنا 4 ملاعق أكل فرينة، ملعقتين أكل محلولين في الماء، طماطم كونسونتري، 4 ملاعق زيت، ملعقة أكل خل، فلفل ألوان وكبار نوعين، ثوم مورق، ملح وفلفل أسود، تابل وكروية وفلفل ونعناع شايح مرحي. البنادق 150 جرام لحوم بيضاء، بسيلة مفرومة، نعناع شايح مرحي، قليل من الملح وفلفل أسود، تابل وكروية وثوم. تعداو لطريقة التحضير. ناخذوا ال4 ملاعق أكل زيت، نضيفوا لهم ملعقة أكل الثوم مورق نقليوهم، نضيفوا ملعقتين الطماطم محلولة في الماء نقليوها مع بعضها، نضيفوا الملح والفلفل الأسود، تبلوا كروية وفلفل، خليهم يتقلاو. ونتعداو للبنادق. ناخدوا اللحم المفروم متاعنا، لحوم بيضاء، نضيفوا لها الفحات اللي ذكرناها، نعناع شايح، ونعجنوها مع بعضها كما تشوفوا، ونشكلوهم في شكل كويرات صغيرة شبهناهم بالبنادق. قليت الطماطم متاعنا، نضيفوا البنادق كما تشوفوا، نضيفوا الفلفل مسير وفلفل برعبيد ونوعين متاع الكبار. ناخذوا 4 ملاعق أكل فرينة، نضيفوا لهم لتر من الماء، نحلوهم ونضيفوهم عن طريق التصفية بالمصفاة للصوص طماط بالبنادق وبالفلفل وبالكبار. نخليوهم 20 دقيقة يطيبوا. نضيفوا ملعقة أكل خل باش يعطينا القروصة متاع الحساء. سكبنا الحساء متاعنا طاب كما تشوفوا. عملنا الخل عوض الخميرة العربي، عملناه بالفارينة يعطينا القروصة متاع الخميرة العربي. وهذا الحساء متاعنا حضر بالبنادق والنعناع والفلفل والكبار، منظر ونكهة وتاكلوا بالشفاء.